مسلسل أندور جزء من عالم ستار وورز، اتعرض على ديزني بلس في 2022. في مشهد ذكرني اعتصام الخرطوم في 2019 أيام الثورة السودانية. في بدايات الاعتصام كانت قوات الأمن بتهاجمنا مع الفجر. الثوار في الخطوط الأمامية كانوا بيدقوا على حديد الكوبري عشان يحذروا الثوار جوا الاعتصام وعشان يظهروا لقوات الأمن إننا صاحيين وكتار. في الحلقة الثالثة من أندور قوات الأمن بتوصل كوكب فيريكس عشان تعتقل بطل المسلسل. رفاقه بيبدوا يدقوا على الحديد للحشد والتنظيم ضد قوات الأمن. ده واحد من شواهد كثيرة على إن أندور مختلف عن كل ما سبق في سلسلة ستار وورز. لأول مرة في تاريخ ستار وورز بيتم تقديم الثورة كتجربة حقيقية، مش بس خلفية جمالية للقصة. ستار وورز دائما كان سياسي، لكن سياسة سطحية، معركة أسطورية بين الخير والشر. أما أندور فبيستلهم من ثورة العالم الحقيقي. صانع المسلسل توني جيلروي في مقابلة مع NPR قال إنه درس آلاف السنين من الثورات. You know what Andor does for me sometimes is that it gives, for me, the Rebel Alliance kind of a more Earth-like connection to rebellions that have happened on Earth here in our real history, and maybe understanding their purpose and what they're fighting for, and also weighing the cost of fighting oppression, fascism. So, I mean, how much does the real world's history go into your depictions of war and revolution in Andor? Utterly and completely. I'm a history freak. I've spent an incredible amount of time reading about revolutions and studying history. I can cherry pick through 6,000 years of history. عشان كده أندور مختلف، ما بتلقى فيه سحر ولا سيوف ليزر ولا شخصيات كرتونية. بتلقى ضباط أمن سلاحهم البيروقراطية والرقابة والدعاية، الثوار سلاحهم التنظيم والذاكرة الجمعية والأمل. الأشرار في أندور ناس عاديين عندهم طموحات وكارير، الثوار برضو ناس عاديين معقدين. You think I'm crazy? Yes, I am. Revolution is not for the saying. الروح الثورية في ستار وورز من بدري تحولت لخيال فضائي، لكن أندور بيرجع الواقع فبتبقى واقعية بطيئة وفوضوية. بعد سقوط الخرطوم في يد الثوار واستتباب الأمن في الاعتصام، نشأت جمهورية أعالي النفق، وتواصل الطرق على الحديد لتشجيع الناس وتوحيدهم على إيقاع الثورة والاحتفال بها لحد آخر لحظة قبل المجزرة. كثير من التقارير والأفلام اللي اتعملت عن الاعتصام بتختزل جمهورية أعالي النفق في دور الاحتفالي والجمالي ده، وبتتجاهل دور التكتيكي، دورك كأداة ثورية. لكن عندي أمل إنه تطلع أعمال زي أندور بتتذكر الثورة السودانية بدل ما تتخيلها.